هل بالضرورة لازم تجيب كاميرا غالية وكاميرا الموبايل مش كافية؟ كاميرا الموبايل اللي في جيبك ممكن تطلع منها صور ممتازة جدا، بس المهم تعرف تستخدمها صح. في الفيديو ده هديك شوية نصايح هتفرق معاك فرق السما والأرض. اعمل لايك واشترك في القناة وروح هاتلك حاجة تشربها. تابع معايا الفيديو. النصيحة الأولى، امسح العدسة. أرجوك امسح العدسة. بتاكل تمسك الموبايل وتلحوس العدسة، لو بتتكلم في التليفون فعدسة السيلفي بتتبهدل، فضروري جدا انك تمسح العدسة كويس قبل أي صورة هتصورها، ولا متمسحهاش بصباعك. العدسة بتتمسح بقماش مخصص زي منديل النضارات، لانه بيكون ناعم ومش هيخدش الازاز بتاع العدسة. وبعد ما بتنضفها بتحتاج انك تلمعها، فانت هتلمعها ولا ازاي يعني. بص انا معرفش هي جت منين، لكن احسن حاجة ممكن تلمع بيها العدسات هو ورق البفر. صراحة سحر. انا مش قادر افهم هو بيعمل كده ازاي، انا ما عنديش تفسير. هو بينظف العدسات وبيلمعها بالطريقة دي ازاي؟ انت بس هتروح للراجل وهتجيب ورقة عنده، واطول ورقة وانا ما اعرفش اسمها ايه، انت ما احكي له الوصف ده وهو ان شاء الله هيفهم يعني. النصيحة التانية مهمة جدا، وهو انك تفعل الجريد. بتختلف الموبايل للتاني، بس ممكن تلاقيها في السيتنجز وتخش هتلاقي فوتو جريد، بعدين تختار 3 في 3، ده المقاس الجريد اللي احنا هنشتغل بيه. ولو في خاصية الليفل فعلها، لانها تفرق معاك في انك تظبط مستوى الموبايل. الجريد هيساعدك انك تظبط تكوين الصورة بشكل صحيح. يبقى النصيحة الثالثة عن التكوين، انت لما بتفعل الجريد بيظهر عندك خطين بالطول وخطين بالعرض بيقطعوا بعض، مكونين 4 نقاط تداخل بينهم. حط بقى العنصر بتاعك على اي نقطة من الاربعة. الطريقة ديت ممتازة لو انت عايز العنصر بتاعك يشد العين مباشرة، وطبعا ممكن تخلي العنصر الاساسي في النص بالظبط بحيث يكون التركيز عليه هو وبس. وفي طريقة تانية برضو في التكوين اسمها depth composition. الطريقة دي بتتكون من 3 طبقات. الأولى هي الفور جراوند، وده بيكون عنصر قريب قوي من الكاميرا. والتانية هي الميد جراوند، وده غالبا بيكون العنصر الرئيسي اللي انت بتركز عليه. والتالتة هي الباك جراوند، وهي الخلفية بتاعة المشهد. الطريقة دي بتعمل عمق رهيب في الصورة، بس ركز ان الفور جراوند ما يكونش قريب قوي من الكاميرا فيبوظ الصورة كلها. في طريقة تالتة وهي الصور السيمترية. انا نفسي اظبط صورة، اللي هو انا حرفيا محتاج الميزان المساحي عشان اعرف اظبط الصورة. عندك مثلا الصورة دي، انا واقف في شارع طويل قدام المكتبة المركزية، وفي دخل ومباني على اليمين والشمال، يعني فرصة ممتازة للصورة السيمترية. وانت تيجي في الاخر مش سيمترية برضه، لاني كنت محتاج اجي شمال شوية وانا بصور الصورة. ده لاحظت بعد ما روحت ان انا كان ممكن اظبط مكاني على الفواصل اللي بين البلاط اللي متبلط بيه الارض او الحجر ايا كان اسمه ايه. لو كنت ظبطتها كانت هتطلع صورة عظيمة بجد. وبمناسبة السيمترية، اديها فريمات. اي حاجة جوه برواز وصور، شباك شغال، اي حاجة جوه فريم وصور، نخلتين جنب بعض وتخلي عنصر في وسطهم مش هيضر، بس خلي بالك انك ما تقعش في الغلط ده. الصورة دي فيها غلط للأسف، وهو إن العنصر الرئيسي بتاعها مش متوسط في النص بالظبط، وهو القبة مايلة للجزء اليمين أكتر شوية. أنا كنت قاعد في آداب هنا بالظبط، وأدي ده مسار الصورة، الخط بتاعها، وأنا عشان أظبطها بالملي كنت محتاج أجي أقف هنا وأصورها، كانت تبقى القبة في النص بالظبط. النصيحة الرابعة، ما تعملش زوم. بص، الزوم في الموبايل مش زوم حقيقي، يعني هو بيقص من السنسور عشان يعمل لك زوم، وده بيقلل من الكواليتي. بس طبعا ده حسب نوع الموبايل، زي سامسونج من مجموعة الاس او اي ايفون برو بيكون فيه عدسة تيليفوتو. العدسة دي بتديك زوم حقيقي، لكنها عادة بتكون برقم ثابت. طبعا لو هي عندك في الموبايل استعملها، لانها هتديك نتيجة ممتازة، خصوصا في صور البورتريه وصور الاشخاص. انا موبايلي ما فيهوش عدسه تيليفوتو، لكني بستعمل الزوم ال 2 اكس، وهو عندي بيديني نتيجه مرضيه، لانه اكيد بيقلل جزء من الكواليتي، لكنه بيفرق جدا في ضغط الصوره، والصوره اللي قدامك دي هتفهمك قصدي. فجرب ال 2 اكس في موبايلك، لو لقيت النتيجه بتاعتها مرضيه اشتغل بيها. النصيحه الخامسه، استغل الضوء الطبيعي، ولكن مش في اي وقت. عندك وقتين في اليوم اسمهم الجولدن اور، دول ساعة الغروب وساعة الشروق. الوقتين دول ضوء الشمس فيهم بيكون خرافي، بتطلع صور مرعبة. جرب تنزل في يوم في الوقتين دول وتصور، هتطلع معاك صور ممتازة. ومهم قوي لو انت لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب تعمل يلا دلوقتي، عشان عايزين نوصل 5000 في اسرع وقت.
النصيحة السادسة: ضبط التعريض أو الإكسبوجر بشكل يدوي. ما ينفعش دايما تعتمد على موبايلك في إن هو يضبط الإكسبوجر بتاعه بشكل أوتوماتيك، لأن ممكن صور تكون ملسوعة أو منورة زيادة والصور تكون مظلمة أكتر، فأنت محتاج تظبط الإكسبوجر بإيدك. هتعمل ده إزاي؟ تضغط ضغطة مطولة على الشاشة وتسحبها لتحت لو عايز الصورة تضلم، او تسحبها لفوق لو عايز الصورة تفتح اكتر. مهم انك تعلي اضاءة الشاشة، لان ممكن تكون الصورة اوفر اكسبوز او تكون الصورة منورة زيادة عن اللزوم وانت مش واخد بالك من ده لان الشاشة مظلمة، فضروري تعلي اضاءة الشاشة لما تيجي تصور. النصيحة السابعة: جرب زوايا تصوير كتير جدا، صورة من فوق من مكان عالي، صورة من تحت من الارض، صورة تحت المية ده لو موبايلك يسمح بده، صورة من جوه كوباية، صورة من فريم. جرب حاجات كتير مختلفة، جرب زوايا كتير، صور كتير. ومهم انك تتفرج على الصور كتير قوي، لازم تعمل تغذية بصرية. ولو عايز تعمل ده ممكن تخش على الانستجرام عندي تلاقيني بنزل صور كتير قوي. النصيحة الثامنة: عدل الصور بنفسك. فعلا تعديل الصور ممكن ينقل الصورة لمكان تاني خالص، ياخدها ويغير احساسها وجوها لشيء تاني تماما. ممكن تعمل لوك درامي، لوك سينمائي، لوك متشبع، لوك دافي او لوك مشمس، زي ما انت عايز تقدر تعمله في الايديتنج. بس انت ممكن تكون عملت كل اللي انا قلت لك عليه ده ولسه برضو ما حسيتش بالفرق، اللي هو لسه ما حسيتش بالفرق الكبير، وده لان موبايلك من ايام الحرب البارده. تقلقش انا زيك والله. يبقى تابع الفيديو الجاي، لان في الفيديو الجاي هعلمك ازاي بموبايلك اللي من ايام الحرب البارده تطلع منه صور رهيبه محدش هيصدق انها طالعه من موبايلك. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي رايك في كومنت. سلام.